احنا بنتكلم على ملعب النادي المصري الاصلي اللي هو بتاعنا، والجماهير بتحتاج تخش فيه وعشان تطمن على فرقتها. فاحنا بناشد الوزير ان هو يبص للنادي المصري، لان النادي المصري نادي كبير ونادي جماهيري. اعطى للنادي الاتحاد ارض ونادي الاسماعيلي اداله برضه ارض. فانا بناشد الوزير ان هو برضه يدينا حته ارض نعمل عليها ملعب ونعمل عليها نادي اجتماعي. طلعنا ولعبنا في النادي المصري ووطنا واتفرجنا على النادي المصري، والنادي المصري مكانه زي ما انت شايفه كده. يعني عمر النادي المصري هو اللي موجود ده، ما حدش عمل نادي اجتماعي. توالى رؤساء انديه النادي المصري وكل واحد كان يعني يغازل الجمعيه العموميه ايام الانتخابات اللي هو يعمل نادي اجتماعي يخصص حته ارض، المحافظه هتخصص لنا حته ارض لمشروع النادي المصري ونادي اجتماعي وهنعمل مول. كل الكلام ده كلام يعني غير ارض الواقع خالص. مشاكل النادي المصري حاليا احنا ان شاء الله باذن الله الملعب بتاع الاستاد الفريق الاول هيتمرن عليه باذن الله ان شاء الله. فبنناشد السيد المحافظ اللي هو ايه يرى يعني يبص بعين العطف والرعايه للنادي المصري وجماهير النادي المصري. احنا الاستاد تبع هيئه الاستاد، ملعب الهدف تبع مش عارف الشباب والرياضه، النادي المصري النادي الفرعي بتاع بورسعيد ما هو الا ملعب كوره او ملعبين كوره ومبنى اداري لا غير. فاحنا بنحاول نعمل نادي اجتماعي في الملعب ده، نحوله لنادي اجتماعي، وبالتالي احنا محتاجين ملعب ارض ثانيه، ارض ثانيه عشان نعمل عليها ملعب او ملاعب كوره للناشئين والفريق الاول يتدرب عليه. احنا اتكلمنا يعني كتير مع سياده المحافظ والراجل وعدنا بكل حاجه لدرجه ان هو ادانا التصميم. احنا عرضنا عليه تصميم للنادي الاجتماعي اللي احنا عايزين نعمله، وطلبنا منه قطعه ارض عشان خاطر تبقى بديله للملاعب الكوره. فهو وافق، والمجلس التنفيذي بتاع المحافظه على اساس ان هو نقتص من الملعب اللي هو بتاعنا دوت مكان تقريبا نقول ثلث النادي نعمله نادي اجتماعي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لو الفريق الاول كلل نجاح الساده المسؤولين داخل النادي باللي احنا الفريق الاول يروح الاستاد، وطبعا وده يبقى للقطاع الناشئين، فهيبقى عندي 3 ملاعب. فكده هيبقى عندي متاح من الوقت ومتاح من المساحه ان انا اقدر اخلي بدل ما الفريق يتمرن من 3 ل4 مرات في الاسبوع، اللي هيبقى من 4 ل5 مرات في الاسبوع، وهيبقى عندي طبعا. فطبعا دي واقفه على حته ان الفريق الاول يروح الاستاد، وده حق شرعي ومشروع للفريق الاول، وحق شرعي ومشروع لجماهير بورسعيد انها تحضر تدريبات الفريق الاول في استاد بورسعيد او استاد النادي المصري. محتاج ملاعب. اولا الوضع هنا سيء جدا، كل فرق الناشئين بتمرن في مكان واحد وفي ملعب تاني مش مكفي، وطبعا في ازمه في التدريب، وهم لا يمكن هتقدر تطلع لعيب الا اذا كان الملعب مفروض لنفسك بدل ما تقسم الملعب على 3 فرق بتمرن. ثانيا النادي الاجتماعي اللي بيطالب بيه اعضاء النادي ولاعيبه النادي القدامى والبلد كلها، نادي بتاريخ النادي المصري وقرب على المئويه. بهذا الوضع سيء جدا الحقيقه. يعني المفروض النادي الاجتماعي ده ويكون على مستوى، يعني ما تدينيش مثلا مكان تحط لي فيه شويه كراسي وشمسيه وتقول لي نادي اجتماعي. لا، نادي اجتماعي يعني العضو بيدفع عضويه عشان مشاهده المباريات فقط، لا بالعكس. كل مصر مفيش نادي في مصر ما فيهوش نادي اجتماعي الا النادي المصري. الفترة اللي انا قعدتها كان في مطالب النادي زيه زي اي نادي في الجمهورية، والحمد لله احنا ما تأخرناش عن النادي في اي حاجة خالص طلبها من اول ما انا جيت لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. طلبوا دعم مالي كثير والحمد لله ما تأخرناش عليهم، حتى دعمنا باقي الانديه من بورسعيد كلها علشان خاطر نساوي بين الناس. الارض اللي طلبوها خلف الاستاد اللي هي قرار قديم بعتنا بيها للسيد رئيس الوزراء عشان نجدد الموضوع تاني ونقول له بعد اذنك كنا بعتنا لك عايزين رد، وبعتنا استعجال تاني برضو نقول له الارض دي عشان ننشئ نادي اجتماعي النادي المصري. طلبوا ان هم عايزين في الملعب الفرعي
يعملوا 17 محل وفندق وكذا. وافقنا، طلعت لهم التراخيص في نفس الاسبوع عشان يشتغلوا. رجعوا قالوا لي لا بس 17 خليهم 23 محل. قلت لهم حاضر ماشي. طب ادينا هناخد جزء من الارض اللي هي غير مستخدمه في الملعب الفرعي عشان نعملها نادي اجتماعي للناس بتوع بورسعيد، وفي نفس الوقت يبقى مورد للرزق عشان ما نحتاجش من المحافظه حاجه. قلت لهم حاضر، ودخلنا الموضوع جهاز تنفيذي وخدنا موافقات عليه. كلمت السيد وزير الشباب والرياضه ونزلت له القاهره مرتين عشان اتكلم معاه في دعم النادي المصري. مره جبنا نص مليون ومره جبنا مليون وفعلا خدوها. هل موجود داخل بورسعيد مساحه تقدر حضرتك اللي انت تديها للنادي المصري؟ لا، بعد اذن حضرتك انا جيت لقيتهم بيتناقشوا في الارض اللي في ظهر الاستاد. بلغنا السيد رئيس الوزراء وبعتنا له ان هم يبعتوا لنا الموافقه على الارض اللي احنا خصصناها ليهم عشان يعملوا النادي الاجتماعي. وبرغم هذا طلبوا نادي اجتماعي تاني في ملعب بتاع القناه الداخلي. الحمد لله. ايوه هم طلبوا عفوا هم طلبوا المطلب ده واحنا وافقنا على مساحه من الارض ان هم يعملوا عليها نادي اجتماعي. يعني كده في 2 نادي اجتماعي. مطلوب ايه تاني؟ ما ينفعش انا ما املكش حاجه وحد يطلبه مني. فهم يعني كانت الدنيا تايهه كده شويه، فبعتوا لي بيقولوا لي بعد اذنك الحته دي خصصها لنا. قلت لهم حاضر. جبنا الناس بتوع المساحه وبتوع الشباب والرياضه بنقول لهم هذه المساحه من الارض بعد اذنكم عايزين نخصصها للنادي المصري. قالوا خصص ايه؟ ده الارض اصلا متخصصه لوزاره الشباب والرياضه. فاللي طالبينه انا مش سلطتي. في مساحه في جنوب بورسعيد كانوا حاطين عليها حجر اساس من كذا سنه، ودي هنقعد مع الراجل صاحب الشأن المختص بهذا الموضوع اللي هو مدير هيئه التنميه الزراعيه عشان نشوف موقف الارض دي ايه. الارض دي اللي انا عارفه ان هي عليها تعديات وفي خلافات وفي قضايا وفي يعني موضوع كبير. هنقعد ونشوف حله. الدعم اللي قدمته محافظه بورسعيد خلال الكام شهر اللي انا موجود فيهم انا بعلنها يعني لم يحصل عليه النادي المصري في تاريخه لما جبت الورق ورجع كده في فترة زي الفترة اللي أنا موجود فيها. النادي المصري كان له مرتب شهري من المحافظة 90,000 جنيه، يعني في السنة ال10 شهور كان بياخد 1,100,000. أنا بس أول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم عشان يشتروا لعيبة ويجيبوا جهاز فني خدوا مني 2 مليون. بس أنا كلمت السيد محامي العام في بورسعيد من حوالي كام يوم على أساس فتح الاستاد بتاع المصري للتدريب. هل حد يعرف حاجه بالكلام؟ ما حدش يعرف حاجه بالكلام ده. انا كلمت سيادته قال لي طب حد هرد عليك. شاف عمل اتصالاته فاتضح ان النيابه مش هي اللي قافله الاستاد، اتضح ان المحكمه هي اللي قافله الاستاد. فلما جينا نتكلم مع المحكمه عشان فتح الاستاد قالوا ده لسه في ناس من اللي كانوا هربانين او مش موجودين او ما اتحاكموش ابتدوا يظهروا ولهم جلسات اظن كمان يوم او كمان 2 يوم. فازاي هبقى لسه القضية شغالة وفي ناس شغالة ويفتحوا الاستاد؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلصوا مشكله المصري بقى، كفايه الظلم اللي على النادي ده، وياخد المبنى والناس تتمرن والناس تلعب وتبقى الدنيا ماشيه بشكل كويس. ده مطلوب بشكل واضح يعني. قابل فولي قبل الفاصل سالتك الاهلي هل دي ازمه